السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دائما معكم مع سيرة الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإحنا كما كتعرفوا أننا في غزوة غير متكافئة، أو كانت من أصعب الغزوات اللي كتمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كتشوف لك: أمر عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ يعني أحد كان معركة صعيبة غير متكافئة، النبي صلى الله عليه وسلم كيخرج ب1000 من المقاتلين، كيستطع يعني ابن سلول المنافق كيرد معاه 300 إلى المدينة، وكيخلي النبي صلى الله عليه وسلم غيواجه جيش كبير ب 3000 من المقاتلين ب 700 فقط. فأخذ هنا لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصو يحط الخطط وخاصو يقاد الجيش. قاد النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأخذ يحرضهم، ووضع يعني الميمنة على الجبل والميسر على الجبل، ووضع وراءه يعني في أعلى الجبل رماة يحميوا ظهر ديال المسلمين، يحميوا الظهر ديالهم، وجعل قائد عليهم سعيد بن جبير، وجعل 50 من الرماة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصاهم، قال: لا تبرحوا مكانكم، ما تحركوش من المكان ديالكم، وإن رأيتمونا تتخطفون الطير، يعني ما تحركوش أبدا، قول نتوما تما، ولو هزمناهم ولو هزمونا ما تحركوش من المكان ديالكم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كيحط الخطط وكيوريهم ويحرض، وجعل قائد المعركة حمزة، وكان يعني يحمل اللواء المسلمين كان يحمله مصعب ابن عمير. في الجهة الأخرى كان أبو سفيان قائد المعركة، ووضع على اليمين ديالو خالد بن الوليد، وعلى الشمال ديالو عكرمة ابن أبي جهل، وجعل الراية عند ابن عبد الدار. وهذا القبيلة ابن عبد الدار أعطاهم أبو سفيان الراية في غزوة بدر وأسقطوها، وأخذ أبو سفيان يحرضهم على القتال ويقول: أسقطتم الراية في بدر، وإذا الآن احنا أعطيناها لكم ثاني في أحد، فإذا كنتم لا يعني ما كتقدروش عليها، ما تقدوش عليها، خلينا نعطيوها لشي واحد آخر ماشي أهل ديالها نتوما. فما يعني ما رضاوش، فقالوا: نحن لها وسنقاتل، يعني كيحمسهم على القتال. وكانت هند بنت عتبة أيضا تحمسهم على القتال وتقول: إن تهزموا نعانق ونفرش النمارق، إلا هزمتوا احنا عيالاتكم، لأنهما جاوا بالجيش ديالهم وجاوا النساء ديالهم كلهم معاهم. علاش؟ باش إلا فريتي وخليتي مرتك ما تستطعش، ديما انك غتقاتل الى آخر رمق. فأخذ يعني هند تقول لهم: إن تهزموا نعانق ونفرش النمارق، إلا هزمتوهم احنا معاكم، وإن يعني تهزموا نفارق، فراق غير وارق، يعني إلا هزمتوهم صافي غادي نتفارقوا معكم، ما بقى بيناتنا حتى شي حاجة. فأخذ كل واحد يحرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيصف الجنة ويعلم ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب قوة وعزيمة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام بعض الصحابة ومنهم الزبير بن العوام، فأراد أن يأخذ هذا السيف، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا السيف، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة أخذ السيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ شنو حق دياله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينتني، ضرب به حتى يعواج تيتهرس، ضرب به السيف حتى يعواج. فأخذه أبو دجانة وحمل هز واحد العصابة حمراء ودار على راسه، وقال يعني حمراء يعني القتال، ملي كيدير الواحد الحزامه يعني كتانه حمراء على راسه، يعني انه كيلن على الموت، سبحان الله. فاخذ يقاتل بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ يتبختر بين يعني من اخذ السيف اخذ يتبختر، وهذه روايه فيها ضعف من باب الامانه العلميه، إلا أنه أخذ يتبختر بين الصفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، في هذا المكان، يعني ضد العدو. فالمهم أن أبو دجانة أخذ السيف وقاتل. قال يعني الزبير بن العوام قال: فقلت غنشوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم علاش ما عطانيش السيف وعطاني هو. قال: فرأيته يعني ما كيجي شي واحد إلا قتله بسيف النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ حتى وصل إلى مقاتل يعني واحد ملتم ويحرض على القتال. قال: حتى وضع سيف النبي على مفرق رأسه، حط عليه على الراس دياله. قال: فولولت فإذا هي هند بنت عتبة. فقالت: تنحي عني. قال: يعني من كرم سيف النبي صلى الله عليه وسلم، من تكريم سيف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل به
ألا يقتل به امرأة. سبحان الله العظيم. حتى في المعركة شوف كيفاش كانوا كيكرموا المرأة، يعني ما كاينش شي حاجة كرمت المرأة بحال الإسلام. سبحان الله العظيم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كي مر بهم، فبدأ أول من بدأ بشرارة الحرب يقول له طلحة. أبو طلحة دخل فقال: من يبارز؟ فخرج إليه الزبير بن العوام، وكان الآخر على الناقة والآخر على رجليه، فضربه الزبير فقتله. فبدأت المعركة واختلطت المعركة. شو سبحان الله العظيم. المعركة مع أن فيها كما العدو في خالد بن الوليد وفي عكرمة بن أبي جهل، كانوا من أكبر المقاتلين. خالد بن الوليد لما أسلم في غزوة مؤتة قتل 1000. قال: والله لقد تكسرت في يدي 9 سيوف، 9 سيوف تكسرت في يدي في غزوة مؤتة، هرست في يدي، وما ثبتت في يدي إلا صفيحة يمانية هي اللي ثبتت في يدي، لكن كل شيء تهرس. يعني كان مقاتل قوي. لكن في غزوة أحد والو ما كانش فيها. علاش؟ لأن الإيمان هو اللي كينصر، الدين هو اللي كينصر، الله سبحانه وتعالى هو اللي كينصر. كما كان يقول عمر: نفوز عليهم بطاعتنا لله، بالطاعة ديال الله سبحانه وتعالى باش كنفوزوا على العدو. ما كنفوزوش بالقوة ولا العدد، لا، نفوز بطاعتنا لله ويهزمون بمعصيتهم له. فإذا استوت المعصية، ملي كتستوي المعصية بيننا وبينهم، كتقول كتغلب أكبر قوة وعدد. اللي كيكبر أكبر قوة وعدد كيغلب. علاش؟ أن المعصية بحال مع قضيتنا. فلهذا أن أهل الإسلام كيفوزوا بهم. باش كيفوزوا بطاعة الله عز وجل، بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقاتل ويأمر أصحابه فيقاتلون، حتى يعني كان حمزة وضع على صدره الريش وكان يقول: من يأتيني؟ فأخذ يضرب كل من يأتيه إلا قسمه وضربه، فحتى فر، كلهم فروا وهربوا. حتى قال الإمام البخاري رحمه الله في روايته، قال: حتى النساء كشفوا على السيقان ديالهم ويتعلقن بالجبال حتى ظهرت الخلاخل ديالهم، والكل فر وهربوا. فأخذ النصر وأخذ التكبير، يعني كي ترفع في ذلك الغزوة، وبدأ يعني كل شيء هربوا. فأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من تبعهم في الصحراء وبقى تابعهم، ومنهم أنه من أرجع وأخذ يعني كينحني والغنائم، وبداو كيهزوا الغنائم بعد ما تركوا الغنائم ديالهم هربوا. لكن الرماة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرحوا مكانكم، ما تحركوش أبدا من المكان ديالكم، وإن رأيتمونا فوزنا ما تحركوش. لكن قالوا الغنائم. سعيد بن جبير قال: لا، واش ما كتسمعوش النبي؟ ما تعصيوش، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعصيوش، ابقاو في الجبل، ابقاو. فعصى 40 واحد وبقي 10، سعيد بن جبير ومعاه 10 و40 كلها ودت الغنائم. خالد بن الوليد الفتنة ديالو في الحرب أنه كان كيرقب ذاك المكان، لأن كان كيبري على شي مكان باش يباغت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم سد ليه كل شي، الأبواب سدها ليه. هنا من اللي صاب الرماة أنهم نزلوا كاملين، دار بالكتيبة ديالو وجاء من وراء ظهر ديال المسلمين، قاتل ذوك 10، قتلهم. ذوك 10 الرماة استطاع باش يقتلهم. من اللي قتلهم جاء ودخل الظهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرين منهم من مشى فقال: أعلو هبل، كيرفع صوته: أعلو هبل. أبو سفيان فطن، لأن قال أن خالد بن الوليد لا بد أن أمر هناك، فأمر الجيش فرجع. بعد ما كانوا هربانين أمرهم وعيط عليهم ورجعوا. من اللي رجعوا ولا جيش من وراء ديالهم كيقاتلهم وجيش من القدام ديالهم كيقاتلهم، فاختلط الحابل بالنابل، كلشي تخلط. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاوش كيعرفوا راسهم شكون كيقاتلوا، حتى أنهم قتلوا أصحابهم قتلوهم. سبحان الله العظيم. معركة كانت صعيبة ماشي سهلة، أصحابهم قتلوهم، كلشي تخلط. شوف سبحان الله العظيم، معصية 40 راجل هبطوا. يعني شو وقع؟ الله سبحانه وتعالى يعني كيما قال: ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اللي بغى الآخرة بقى، ومنكم اللي بغى الدنيا هود كيجري الغنائم. عصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله عز وجل عفى عنهم سبحانه وتعالى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلموا إلي، كينادي عليهم. يعني خالد بن الوليد من اللي سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند
النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معاه 7 من أصحابه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد علي؟ من يرد؟ شكون اللي يرد علي؟ فأخذوا يردون عليهم بنبالهم ويمنعون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يحمل الراية مصعب بن عمير، وكان رجل يقال له ابن قميئة. هذا ابن قميئة هذا كان يتسلل، وكان ما كيواجهش مباشرة، كان كيضرب على غفلة، حتى جاء مصعب بن عمير فضربه من الخلف حتى بغى يطيح الراية ديال الإسلام، فقطعت لي يده، فحمل الراية باليد اليسرى فضربه اليد اليسرى فسقط، فأخذ الراية بعضديه، قال فجاءه يعني من الظهر ديالو طعنه حتى مات مصعب بن عمير. وكتعرفوا مصعب بن عمير يعني سبحان الله العظيم أول سفير كما ذكرت لكم، أول سفير اللي كيصيفط النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كيموت في هذه الغزوة هذه. وأخذ يتسلل بعد ما ظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قتلت محمد قتلت محمد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلطوا، منهم من فر، منهم من طلع للجبال، منهم من مشى بدا غادي للمدينة، قالوا أن محمد مات، ما عندناش غادي نديروا في هذه الحرب هذه، صافي ما عندناش غادي نديروا فيها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي. ابن قميئة أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أنه ما قتلوش، ما قتلش النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتسلل إلى ظهره، جاء كيتسلل الظهر ديال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني امرأة يقال لها أم عمارة. أم عمارة شو سبحان الله العظيم، شوفوا يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جيل فريد، نساؤهم ورجالهم كلهم، ما تفرقش بين الصبيان وبين الرجال وبين النساء، كلهم سبحان الله العظيم، كلهم اختارهم للنبي، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أم عمارة قالت: من اللي بقيت كنادي على النبي صلى الله عليه وسلم باش يتلفت إليه مع قعقعة السيوف والصوت والغوت، يعني ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فتلتمت وأخذت سيفي فأخذت أقاتله، حبست وجد قدامه وأخذت أمنعه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط لتامي، سقط اللتام ديالها. رآني امرأة فقال: تنحي عني، حيدي عليا، انا مابغاش نقاتل المرأة، حيدي عليا. قالت: فأخذت أقاتله وأمنعه حتى ضربها لإيدها فسقط السيف، طاح لها السيف، فضربها بسيف مصفح، يعني ماشي حد، ضربها بسيف مصفح، ثلاث ضربات الكتف ديالها فسقطت. ولدها شافها فجاء يجري فأخذ يقاتل ابن قميئة، وابن قميئة هرب فدفعه وهرب، فأخذ يحمل يعني أمه وقال: يعني سلمتي، يعني على سلامتك كما كنقولوا حنا، ياك ما قالت: تنحى عني، تنحى عني، حيد عليا، بعد مني، أنا كنسلم. وقتاش كنسلم إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر مخلط وكتسول فيا أنا، سير بعد مني، سير سول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمي ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لله در أم عمارة سبحان الله العظيم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويقول: من يدفع عني، من يدفع عني، سبحان الله العظيم. وكان أبو طلحة كان أحد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقاتل. وجاء يعني سبحان الله العظيم ابن دجانة الذي أخذ السيف وأخذ يقاتل ويدافع بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما رأى الرماح، بعد ما رأى النبال تأتي إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كيجري فعنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح ظهره كالقنفذ، يعني ظهره بكثرة الرماح كتدق ليه في ظهره، وباش يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ما تقيسوا حتى شي حاجة، ما تقيسوا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أشنو غادي يوقع في هذه المعركة بعد ما حاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وضاروا به، وما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم ولا كيدفع وكيقول لهم عليه الصلاة والسلام: من يدفع عني، من يدفع عني، فداه أبي وأمي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمره قالها أبدا إلا في هذا الموقف هذا: فداه أبي وأمي، فداه أبي وأمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سقط، وكانت واحد الحفرة فسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت يعني الخوذة اللي كان ديرها النبي صلى الله عليه وسلم، كنقولوا على الكاسك اللي كان دير النبي صلى الله عليه وسلم على راسه، يعني تخليه في الجبهة ديالو، فضربه أحد من المشركين، ضربه بالسيف مصفح على رأسه، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقولون الصحابة: والله لقد ما كناش كنعرفوا بين الفم ديال النبي صلى الله عليه وسلم والأنف ديالو بكثرة الدماء اللي على النبي عليه الصلاة والسلام. أشنو غادي يوقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة؟ أشنو وقع ليه بعد ما حاطوا به وبعد ما أرادوا قتله؟ نذكرها لكم في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل، نذكر لكم، وكذلك نذكر لكم بإذن الله عز وجل القتلى ديال أحد، وشكون هم اللي ماتوا من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.